السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى نلقاكم هاد الفيديو وانتم في احسن الاحوال وفي اطار البارطاج ديال الوصفات الرمضانيه اللي غادي تنفعكم ان شاء الله بحشوه لذيذه بزاف بنكهه السمك. ومهم غادي تكون واحد الحشوه لذيذه بزاف، نتمنى تجربوها. شوفوا هنا حاولت نوريكم كيفاش كيجيو من الداخل، كيجيو مقرمشين بزاف ولذاذ. ندوزو هنا مباشره للمقادير وطريقه التحضير. عندي نص كيلو من الفرص، دقيق ممتاز بطبيعة الحال مغربل، عندي معلقة ديال الملح، عندي هنا خميرة الخبز غير واحد شوية، ومعلقة من العسل. ممكن تعويض العسل إلا ما عندكمش بالسكر، وجوج معالق من الخل، كيس واحد من الخميرة الكيميائية، كنبداو نجمعوا العجين بماء دافئ. كنستمروا على هذا الشكل حتى كيتجمع لينا العجين. كنحصلوا على واحد العجين اللي خفيف، لان الا كان قاصح ما كتجيش النتيجه مزيانه، كيجي قاصح بزاف في الاخر. حنا بغينا يبقى مقرمل ومزيان. المهم هنا هذا العجين ان شاء الله غادي يولي معتمد عندكم في عده مملحات، غادي تجربوه وغادي تشوفوا. صافي هنا كنجمعوا بهذا الشكل كما موضح في الفيديو. كنبقاو نضيفوا الماء بشويه بشويه حتى كتجمع. كندهنها بواحد شويه من الزيت بحال هكا، وحطوها في بلاستيكه اولا غطيوها بالبابي سولفوريزي وخليوها ترتاح على ما توجدوا الحشو. هنا في مقلاة غادي نحتاج الزيت، هذا الزيت ديال الطون كما شفتوا اللي كان في البواطه، غادي نحطوه هو اللي غادي نخدم به. وغادي نضيف عليه معلقه من الزبده، شويه من بصله خضاريه كما شفتوا، اولا البورو الا ما توفرش لكم، حتى البورو كيجي لذيذ. هنا واحد جوج دراوس ديال الثوم، وخليوه شويه يتشحر. وكنضيفوا هنايا صدر الدجاج مقطع رقيق بحال هكا، اولا حتى صدر الديك الرومي حتى هو كينفع، ماشي مشكل. كنضيفوا العطريه عليه مباشره، الملح والتحميره اولا البابريكا. هنا عطريه ديال السمك، الا بغيتوني نشاركها معكم كتبوا لي في التعاليق، وقزبور يابس والابزار وسكينجبير وخرقوم اولا الكركم. ضروري من العطريه ديال السمك، يا اما تشريوها واجده يا اما توجدوها في الدار. انا بالنسبه ليا كنوجدها، ان شاء الله شي مره نشارك معكم الفيديو. صافي هنا كنشحروا بحال هذا الشكل، كنشحروهم مع بعضياتهم حتى كيتداخل ديك العطريه. الاهم هنا هو داك صدر الدجاج اولا صدر الديك الرومي تقطع رقيق باش كتدخلوا العطريه مزيان. هنا ضفت شويه من لاصوص نيوكمان وصوص صوجا. بالنسبه لاصوص نيوكمان ما تكتروش منها، غير واحد شويه يعني معلقه صغيره ما تفوتوهاش. وبالنسبه لاصوص صوجا راه درت هنايا معلقه كبيره من لاصوص خفيفه ومعلقه كبيره من لاصوص صوجا اللي كتكون ثقيله. وضفت هنا خيزو محكوك وقرعه خضراء محكوكه حتى هي بنفس الشكل، وكنحرك بهذا الشكل هذا حتى كيتجانسوا. غادي نضيف عليهم قزبور ومعدنوس مقطعين بحال هكا، الا كانوا فريش غيكونوا احسن. انا ما توفرش ليا اللي فريش، درت هذا اللي كان عندي في الفريغو. نخليوها حتى تشحر. عاده كنضيفوا هنا الشعريه الصينيه وكنقطعها بحال هذا الشكل هذا باش تجي صغيره. هنا ضفت غير مربع واحد من الباكيه، يعني ماشي بزاف، غير واحد المربع واحد فقط. كنضيفو كنشحرو مع هذا الخليط. وضفت داك الحك ديال الطون اللي خدينا ليه الزيت ديالو في الاول، وكنفرتو بهذا الشكل هذا. كيجي واحد المذاق خطير ديال بحال كلها سمك. كنحركو بحال هكا
وكنضيفوا حتى واحد المعلقه كبيره ديال الزعتر، كنظن ما بانتش في الفيديو. المهم كنضيفوا ضروري من الزعتر في هذه الوصفه هذه. هنا ضفت شويه ديال الحار اختياري بطبيعه الحال، اللي كيعجبو الحار اكثر ممكن يضيف الفلفله حاره مقطعه رقيقه. هنا ضفت شويه من الفلفل الحار يعني السودانيه. ونمشيو للعجينه ديالنا اللي كتكون ارتاحت. شوفوا كيفاش ولات رطبه، ارتاحت مزيان هنايا. وغادي نقسمها الى كرات، بغيتوهم كبار بغيتوهم صغار، المهم نتوما. كما قلت لكم هنا راه كتكونش العجينه قاصحه، كتكون شويه كتلصق بحال هكا في سطح العمل. هنا غادي نديرها على شكل كويرات، ونخليوهم يرتاحوا بهذا الشكل هذا. كناخذوا كويرات العجين على هذا الشكل هذا، كنسرحوهم مع واحد دهنه خفيفه من الزيت حتى كتكون العجينه رقيقه، وندهنوها من الوسط بالزبده المذابه. كنحاولوا نحيدوا ليها الحليب ديالها، عاد كنخدموا بها، وكنطويوها هكذا على شكل مسمنه. كنواصلوا بنفس الطريقه جميع الكرات ديالنا، ضروري نبسطوهم رقاق بزاف باش كيجي العجين مورق ومقرمش. كناخذوا مربع ديال العجين من بعد ما ارتاح وكنبسطوه بهذا الشكل هذا، كنبسطوه مزيان. يعني كناخذوا القطعه ديال بيتزا اولا سكين، المهم اللي متوفر عندكم، وكنقطعوا على هذا الشكل. والجهه الاخرى اللي ما مقطعاش كنحطوا فيها الحشو ديالنا، نعمرو مزيان بطبيعه الحال. ممكن نضيفوا الفرماج محكوك، اي نوع من الفرماج كتفضلوا. انا درت هنا فرماج ديال الساندويتش، درت واحد النص بهذا الشكل هذا، وطويت الجناب بحال هكا باش ما تخرجش ليا الحشوه، وكنلف باش كيجيو هذوك البلايص اللي قطعنا من الفوق، كتعطي واحد المنظر زوين وكيساعد حتى في القرماش. على هذا الشكل هذا كنحطوه مباشره في اللاطه ديالنا اللي مدهونه بطبيعه الحال، اولا نديرو فيها بابي كويسون، وندوزو نصاوبو وحده اخرى. نحاول نقرب لكم باش تشوفوا احسن. كنسرحها بحال هكا، وكنحط الحشو في الجهه والحشو كتلعبوا به كما بغيتو. ممكن تضيفوا الزيتون مقطع، ممكن تضيفوا كورنيشون، ممكن تضيفوا فرماج محكوك كما قلت لكم من قبل. هنا كنقطع بالقطعه ديال البيتزا على شكل طولي بحال هكا، كيبقاو شرائط، ممكن ديروهم حتى مايلين صافي. وكندير الفرماج ديال الساندويتش، انا درت هنا الشيدر، ممكن ديروا اي نوعيه. وكنلف بنفس الطريقه اللي موضحه في الفيديو. كيجيو لذاذ بزاف، وهذا العجين كما قلت لكم غادي تولي معتمده عندكم، ممكن ديروا بها اي حشو بغيتوه. من ورا ما كملت الكميه اللي عندي كندهنهم هنا. هاد الزيت درت فيه غير شويه ديال التحميره وخليتها حتى هبطت لتحت، يعني طلقت غير اللون ديالها وهبطت لتحت ودهنت به. ممكن تدهنوا بالبيض اولا باي حاجه بغيتوها. هي هذه كنصاوبها وكنخليها دائما كندهن بها بحال هكذا المملحات. ها هي شتو كيفاش كتبان لكم بحال فيها صباغه، هي راه فيها غير التحميره، غير زيت الروميه يعني. صافي كندهن بحال هكا وكندخلهم للفرن اللي ساخن من قبل بطبيعه الحال على درجه حراره اللي متوسطه. دغيا كيطيبوا دغيا كيتلونوا كياخذوا هذا اللون الرائع. هنا راه سخانين، بغيت نوريكم كيفاش دايرين من الداخل، فعلا كيجيو لذاذ. ما تنسونيش من لايك وكومونتير وبارطاجيو الوصفه مع احبابكم واصدقائكم، ونتلاقاو في فيديو القادم ان شاء الله.